خاض زيزو تدريبات منفردة أمس على أن يشارك في المران الجماعي اليوم مع خضوع لكشف معدل لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة القمة يوم الاثنين المقبل. أحمد رمضان بيكم وأحمد نبيل كوكا وجراديشار ومحمد علي بن رمضان جاهزون للمباراة وشاركوا في التدريبات الجماعية وجاهزون للمباراة يوم الاثنين المقبل. محمد مجدي قفشه ليس جاهز في الوقت الحالي لمباراة القمة ولم يحسم موقفه من المشاركة، وتقارير تؤكد معاقبة اللاعب بسبب غضبه على عدم المشاركة في المباريات. محمد شكري وكريم فؤاد واشرف داري مستمرين في التأهيل ومن المستبعد أن يلحقوا بمباراة القمة. الكابتن محمود الخطيب ينتصر رأي الأطباء الأخير لحسم موقفه من الترشح ويرى تجنب الضغوط ممكنا مع قائمة قوية تجنبه التدخل خارج إطار الضرورة القصوى. ياسين منصور طلب الاجتماع بالخطيب وأبلغه بأنه مستعد للمساعدة في أي دور سواء كان نائبا معه أو رئيسا من بعده، والخطيب يرى منصور مناسبا للدورين ويدرس الأمر قبل الإعلان عن قراره النهائي سواء بالترشح أو عدم الترشح. رابطة الأندية المصرية تعلن تعديل موعد مباراتي الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت لتقام يوم 2 نوفمبر بدلا من 3 نوفمبر استعدادا لكأس السوبر المصري بالإمارات يوم 6 و9 نوفمبر المقبل. نادر شوقي لما اتكلم في برنامج إنه هيجيب للأهلي ظهير أيمن مفاجأة كان يقصد ظهير أيمن موجود بالفعل في الأهلي وهو إبراهيم محمد الذي تعاقد معه الأهلي قادما من أسمنت أسيوط، وتم تسجيله في فريق الأهلي مواليد 2005 ويتم توظيفه في مركز الجناح الأيمن والأيسر أيضا بسبب قدراته البدنية والفنية. أما اللاعب ماكريكس فلا يوجد أدنى معرفة ولا يوجد أي تفاوض مع اللاعب. بمشاركة هيثم حسن لاعب منتخب مصر، ريال أوفيدو يتعرض للهزيمة 3-1 أمام برشلونة في الدوري الأسباني. كشف مصدر بنادي الزمالك أن ما تم استلامه من الأهلي لحضور مباراة القمة 25 دعوة لمجلس إدارة الزمالك فقط، عبارة عن 20 دعوة للمقصورة الرئيسية و5 دعوات للمقصورة الأمامية. الزمالك يعلن أن نفس عدد الدعوات سيتم إرسالها للأهلي في المواجهات التي ستجمع الفريقين في الفترة المقبلة. تم الاتفاق على إقامة السوبر المصري في الإمارات بمدينتي العين وأبو ظبي، وتقام مباراة نصف النهائي كأس السوبر في مدينة أبو ظبي يوم 6 نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري في مدينة العين يوم 9 من الشهر ذاته. نشر جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي صورة التأشيرة الخاصة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي ذلك عكس تصريحات مدحت شلبي التي أزاحها عبر قناته على MBC مصر، والقناة قررت إيقافه وتحويله للتحقيق بسبب كذبه. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى المجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي مدحت شلبي، والخطيب يكلف محمد عثمان برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي. محمد صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة من إنجلترا استعدادا للقاء جيبوتي بعد إصابة وسام أبو علي في الوجه وغيابه من 2 إلى 3 شهور. بند الحوافز ما زال ساريا حتى الموسم المقبل، مما يعني أن الأهلي لا يزال يمتلك فرصة للاستفادة منه في حال بلوغ اللاعب الأرقام المتفق عليها بين الناديين. توقعك لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.